حكايتنا النهاردة عن الأم في مصر القديمة. كل عام بنحتفل بعيد الأم. هل يا ترى المصريين القدماء كان عندهم عيد زينا؟ وإيه هي طقوس العيد الأم عندهم؟ المصريين القدماء كانوا بيشوفوا الأم هي مركز العيلة وليها مكانة خاصة. الآثار المصرية هنلاقيها من نقوش ونصوص وتماثيل بتدل على قد إيه المصري القديم كان بيكرم الأم وبيقدسها. كمان مش بس كده، هنلاقي إن هو كان بيحتفل بيها احتفال بيشبه عيد الأم عندنا دلوقتي. كمان لقب المصري القديم الأم باسم أو بلقب نبت بر، دي يعني ربة البيت، وكان بيحتفل بعيد الأم آخر شهور الفيضان، لذلك هو شبه نهر النيل اللي بيهب الحياة بالأم. الاحتفال بعيد الأم ده بيبدأ من شروق الشمس، ومن طقوسه بتتزين غرفة الأم بالزهور، وبيقدموا لها أولادها تماثيل مقدسة زي تمثال الإزيس واللي هي بتحمل ابنها حورس، وكانوا بيقدموا للأم هدايا وعطور وزيوت عطرية وملابس. لقينا بردية فيها بطاقة تهنئة بعيد الأم بتعكس قد إيه الأم في الحضارة المصرية القديمة هي سر رضا الآلهة ومستجابة الدعاء. كمان المصري القديم هو أول حضارة بتعظم مكانة الأم وبتحتفل بعيد الأم، واتنقلت الفكرة دي لبعد كده في الحضارات. يعني المصري القديم هو أول واحد يحتفل بعيد الأم. كمان ما ربطش تقدسه بالأم بمكانتها، هل يا ترى هي ملكة أو امرأة من عامة الشعب؟ لا، الأم هي أم مهما كانت مكانتها. هنلاقي من الناحية الدينية ان الحياة الآلهة زي حياة البشر بالظبط، بيتجوزوا زي البشر وبيكونوا عيلة زي البشر، زي أمون وموت وخنسو وأم الآلهة اللي هي بتلد الآلهة اللي هي ربة السماء نوت. الأم في مصر القديمة كان ليها دور، بتلد وبتربي أولادها لحد ما يوصلوا لسن البلوغ، وبعد كده يصلوا سن الرشد وبتأهبهم للزواج، وبتختار للزوج زوجة ليه. عشان كده بدأوا يقدسوا الأم، وإن هي مسؤولة عن العطاء ومسؤولة عن بقاء الجنس البشري عن طريق طبعا الولادة، ومسؤولة عن استمرار الحياة. الشواهد الأثرية اللي بتبين مكانة الأم هي وصايا الحكيم إيني لابنه. بيقول له إيه؟ بيقول له يجب ألا تنسى فضل أمك عليك، ما حييت فقد حملتك قرب قلبها، وكانت تأخذك إلى المدرسة وتنتظرك ومعها الطعام والشراب، فإذا كبرت واتخذت لك زوجة فلا تنسى أمك. المصري القديم أيضا جسد الأدب الديني، فأقدم دور عرفه للأم المصرية على ضفاف النيل زي قصة إيه؟ زي قصة إيزيس وأوزوريس، وقد إيه إيزيس قدمت تضحيات كتير لابنها حورس. برضه هنلاقي بعض الملوك ارتبطوا بأمهم ارتباط وثيق، هنلاقي زي مين؟ زي رمسيس الثاني منح لأم الملكة تويا تكريم ملكي كبير، ودفنها بجانب الملوك العظام في منطقة وادي الملوك. كمان الملك أحمس ارتبط بأم إياح حطب وعظم أمه، وعطى ليها وسام الذبابة الذهبية لتشجيعها وفضل أمه عليه في إحراز النصر وطرد الهكسوس. الوسام ده كان أعلى وسام عسكري في مصر القديمة، وما كانش بياخدوا إلا الرجال المقاتلين، وبذلك دي كان أصبحت أول أم في التاريخ بتتمتع بوسام عسكري، وأهداه بعد وفاتها بلطة حربية منقوش عليها اسمه عشان يعبر عن طبيعتها العسكرية. كمان عطاها أساور ومشغولات ذهبية عشان يقدر الأم المثالية دي، وأقام لوحة كبيرة ليها بالكرنك، لذلك هنلاقي المصريين بعد كده قدسوها لسنين طويلة. في ظل عطاء الأم في مصر القديمة واللي ليها دور كبير، خدت حقوق، ومن ضمن حقوقها دي تختار اسم طفلها. وبكده نكون انتهينا من حلقة النهاردة. أتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. حكايتنا النهاردة عن الأم في